في سؤال آخر طريف، يعني صياغة السؤال تدل على أن اللي صاغه ما زال يعيش في العقلية الوهابية أو الداعشية. يقول: هل الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمرجئة والمعتزلة والمجسمة كفار؟ هذا مثل يقول: هل الطماطم والتفاح والبرتقال والعنب تصلح للطبخ ولا ما تصلح للطبخ؟ بعضها يصلح للطبخ وبعضها يؤكل بدون طبخ، ما يحتاج طبخ، إذا طبخ ذهب طعمه. هذه فصائل مختلفة. أول شيء الأشاعرة والماتريدية، وما سموهم المرجئة، يقصد عن معتدة المرجئة، الغلاة المرجئة جهمية، وبعض المجسمة، هذا الجمهور المسلمي من هذا النوع. لأن القول الصحيح أكثر من ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل فيهم تجسيم لا يمكن إنكاره ولا الخلوص منه ولا بأي طريقة ولا بأخرى. من عوام المسلمين، من عامة المسلمين. وجمهور أهل السنة كانوا في المذاهب الكلامية على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية. المعتزلة انقرضوا، فالسؤال عنهم غير ذو أهمية، لكن ليسوا كفارا. ليش انقرضوا؟ لأن المذهب المعتزلي فيه عدة أخطاء جوهرية كشفها الدراسة الكلامية وحطمتها أنهتها، وهي أنهم أوجبوا على الله الصلاح والأصلح. فإذا وجبت على الله أنه يعمل ما هو الأصلح أو الصلاح لعباده، جعلت الله آلة ميكانيكية ليس فاعلا بالاختيار، لأنه صار واجب عليه أن يعمل الصلاح والأصلح. إذا هذا يترتب على هذا وهذا يترتب على هذا، وفي النهاية لابد الأصلح والصلاح العباد هو هذا، في النهاية يصبح آلة ميكانيكية، يصبح إذا ليس فاعلا بالاختيار. ففيها خلل خطير، أن الله سبحانه لا يمكن في فعاليته الحرية الاختيارية المطلقة له مهما تسلسلت تعود إلى صفاته الذاتية، ليس عليه شيء أوجب عليه. كل ما فعله اختيارا، لو شاء لم يفعله لما فعله. لا يوجد شيء يجب عليه. قد يوجب على نفسه أشياء، هو يوجب على نفسه أشياء، لكن أن تكون لأفعاله وأحكامه في التقدير النهائي علة، ليس في التقدير النهائي، مش في الوسط. في الوسط يعني يبني علة على علة. خذ هذا الكون العريض، وهذا سيأتي الآن الأسئلة محرجة عن القدر. من لحظة الانفجار العظيم، إذا اعتبرنا هذه لحظة البداية أو الانفجارات التي قبلها، إن كانت عدة انفجارات متوالية وانكماشات أيا ما كانت، كل هذا عبر هذه الأزمنة المتطاولة الأشياء ترتب بعضها على بعض. لكن لماذا أذن للكون أن ينشأ بهذه الطريقة؟ لو شاء لما أنشأه بهذه الطريقة، هذا هو، ليس هو، وإلا لكان فاعلا بالإجبار. صار طبيعة صماء عمياء بكماء، صار ليس إلها. الطبيعة صماء بكماء في فلسفة الملحدين كائن أزلي واجبة الوجود، لكنها ميكانيزم، آلة أزلية أبدية تطحن طحن، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، سموها الدهر. ليس الله صفته كذلك، الله فاعل بالاختيار، الله إله أزلي قديم فاعل بالاختيار. لو شاء أن لا يخلق لما خلق، ليس هناك شيء أجبره على الخلق. بعد ذلك في الخلق رتبه بطريقة معينة، هذه على التقدير والنظام، لأنه بطبيعته هكذا مقدر، إله قدير وإله يخلق بمقدار، أو مثل ما يسموه أحيانا بالإنجليزي ماثيماتيكال جود، إله رياضي ينظم الأمور تنظيما منضبطا. وهذا أيضا اختيار إلهي أن يكون الكون بهذا الشكل، لأنه لو جعله بالمعجزات يتصرف فيه كما يشاء ممكن جدا، لكن في الحالة هذه لا يكون هناك حجاب ولا يكون في إذن امتحان ولا. فأكمل النقطة هذه سريعا. وعندما ذكر اللي جعلنا نتفرع إلى القدر كلام عن المعتزلة، لكن سنعود إلى القدر مستقلا. فالمعتزلة هذه إشكاليتهم، هذا انقرض المذهب فلا في داعي لبحثهم، لكن أخطأوا بسبب عدم الفهم السليم وبسبب التأويل، فليس هذا في حقيقته كفرا، مع المقولة في حد ذاتها كفرية. غلاة المرجئة اللي هم الجهمية، اللي وصلوا إلى حد قالوا إن الإيمان مجرد تصديق محض حتى جعلوا إبليس مؤمن، هذا كفر صريح، ولهؤلاء اللي كفرهم السلف لهذا وبحق. لا يكفي التصديق المحض، لأن التصديق المحض ليس فعلا إنسانيا ينقدح في النفس رغم أنفك بناء على الدليل استدللت به صوابا أو خطأ، وإنما العمل الإرادي هو أن تستسلم وتقر بهذا التصديق وتقر من حيث المبدأ أني سألتزم به. هذا هو أول خطوة في الإيمان، وهذا عمل إرادي. لذلك فغلاة الجهمية، أما البقية الآخرين ليسوا كفارا بل مسلمين، بعضهم من خيار المسلمين وأحسن مني ومنكم من السائل ومن الفرقة الوهابية. ونتركهم في حفظ الله، والأسبوع المقبل إن شاء الله سنعود لموضوع القدر نكمله، ونكمل إن شاء الله بقية الأسئلة فيها حوالي 7-8 صفحات من الأسئلة كلها عويصة، ويبدو أنها انتشرت جدا، فلم يعد الإمكان الإنسان أن يتملص ويحيل إلى المباحث الأكاديمية أو الكتب، بل يجب أن تواجه يعني وتؤخذ من قرونها وتعالج معها.